إنك تسيب الكلية إن كنت في سنة أولى والّا في تالتة، إن كنت في حكومي ويا سلام لو أنت في خاص، قرار إنك تسيب الكلية ده قرار مش سهل وما ينفعش إنك تاخده غير يعني لمّا أنت تكون فعلًا مش طايق المجال اللي أنت فيه، قاعد في هندسة وأنت مش طايق الهندسة بالنسبة لك بتكرهك في حياتك، لكن لو أنت متقبل المجال اللي أنت فيه والكلية اللي أنت فيها، كمّل فيها حتى لو أنت حاسس إن المستقبل أو حاسس إن أنت بعد ما تتخرج المرتبات مش هتبقى أحسن حاجة، حاسس إن لسه التفكير ضبابي. كمّل، طالما عندك شوية مشاعر اتجاه المح ال ال الكلية اللي أنت فيها أو الجامعة اللي أنت فيها، كمّل يا حبيبي، لكن لو أنت مش متقبّل المجال ده، مكرّهك في حياتك، مخلّيك صاحي كل يوم في غَصّة في قلبك، لأ طبعًا ما تكمّلش، لأ ما تكمّلش. وأنا في الكلية لمّا كنت عارف كل ده، كنت عارف إن فعلًا المجال ما فيهوش فلوس، عارف إن أنا أول ما هابدأ ب2000 جنيه و3000 جنيه، كنت عارف الكلام ده، بس عشان أنا كنت باحب المجال وباحب العلاج الطبيعي، كمّلت رغمًا عن ده. ولكن كمّلت وأنا حاطط في بالي إن أنا يبقى عندي plans كتير، المفروض إن أنا أعمل حاجة لنفسي قبل ما أتخرّج، المفروض إن أنا أكون مخطط أنا هاعمل إيه، فعشان كده أنا استغنيت عن plan من الplans بتاعتي واللي هو المجال المهني، إن أنا أنزل مركز وأشتغل وأشيل وأحُط على 3000 جنيه في الشهر. هي دي المشكلة، لكن هل أنا سِبت العلاج الطبيعي؟ مستحيل، باحب العلاج الطبيعي، أنا فعلًا شغوف بحاجة زي كده، فأسيبه ليه؟ لكن أنا باتكلم عن مشكلة فعلًا واقعية موجودة، مش حاجة اسمها 3000 جنيه، ده مش منطقي، حرام، إحنا مش هنسيب كليات، إحنا مش هنسيب أي حاجة، القرار مش سهل وما كانش سهل عليَّ إن أنا آخد قرار زي ده، أنا عمري في حياتي ما هانصح إن حد يسيب الكلية أو يسيب مهنة هو بيشتغلها غير في حالة واحدة بس، إنه فعلًا نفسيًا وعقليًا وروحيًا مش متقبّل المجال ده. أنا لو دخلت هندسة مش هاكمّل فيها يومين، برغم إن هي كلية قمة، بس أنا فعلًا مش متقبّلها، مش هابقى كاره نفسي وأنا باشتغل الشغلانة دي أو بادرسها أو أيًا كان، فعمري ما هاخشها، ولو دخلتها هاسيبها، مهما دفعت فيها فلوس، مهما دفعت فيها وقت، عشان أنقذ نفسي. لكن أنت لو في كلية أو في مجال أنت والله متقبّله لكن مش شغفك، لأ كمّل فيه، كمّل، أنت بتدفع فلوس وبتدفع مجهود وبتدفع وقت، حاول تستغلّه، كل حاجة هتعلّمك، كل حاجة هتفيدك. في ناس عمّالة تقول أنا هاسيب الكلية، أنا هاسيب الكلية، ليه يا حبيبي؟ أنا كنت في الكلية مكانك وكنت الكلام اللي أنا باقوله لك كنت باسمعه نفس الكلام، بس ما أحبطتش نفسي، بل بدأت إن أنا أفكّر في حلول، يعني ما ت م كلامي ما يخلّاكش تُحبط على قد ما يخلّيك تصرّخ في المشكلة وندوّر على حلول تأمّننا وتأمّن ضهرنا. هو ده هدفي، هدفي إن أنت تصرّخ في المشكلة وتقول فعلًا إن في مشكلة عشان في فعلًا مشكلة، وفي نفس الوقت تأمِّن نفسك وتحاول تعمل backup plan B تكون في ضهرك. في ناس عايزة تسيب الكلية يا جماعة، ده أنتم يعني ما شاء الله هي المشكلة ما بقتش في فكرة الكلية على قد ما مشكلة شغف، أنتم ما عندكوش شغف، أنتم تايهين.